هاي جايز، اليوم عندي الخدمه بزاف، دونك غادي نحاولوا اننا نسهروا هاد الليله كامله. عندي هنايا تو دو ليست، كنصحكم تستعملوا هاد الميثود حيتاش فريمون زوينه بزاف، كتعاونكم انكم تكونوا مور بروداكتيف. دونك انا قبل ما نبدا الخدمه نقادو قهوه وغادي نقادو الاجواء، ومن بعد غادي نبداو الخدمه نيشان. لذلك لو جينا نعرف بالضبط ما هي أسرار النجاح مرة أخرى سنقول التالي: أي إنسان يبغى ينجح ويتغير عنده 3 أشياء لابد أن يفعلها. واحد، لابد أن يجلس مع نفسه ويسأل نفسه التالي: ما الذي سأستمر عليه؟ سأستمر فيه، وسأبدأ به، وسأتوقف عنه. 3 أشياء لازم تجلس مع نفسك. ما الذي سأبدأ به، وسأتوقف عنه، وسأستمر عليه. الكويس في حياتك استمر عليه، اللي مو بكويس في حياتك توقف عنه، اللي ما سويته ويجب أنك تسويه ابدأ به. لذلك يا كرام، النجاح هو عبارة عن عملية التزام وامتناع. التزام بتحقيق الأهداف، وامتناع عن كل ما يدعو إلى الانحراف. فإذا كان عند الإنسان التزام وصار عنده امتناع، التزم بكل شيء يدنيني من الهدف وامتنع عن كل شيء يصرفني عن الهدف، اصبح عندي باذن الله تعالى قدره على ان اصل بحول الله عز وجل. لذلك ايضا لو اردنا ان نعرف النجاح اكثر واكثر لقلنا انك يجب ان تحدد المقصود، ثم تضاعف الجهود، ثم تصبر بصبر وصمود، وعليك باكثار السجود. يا سلام. هذه 4 أشياء. 1، حدد المقصود. 2، ابذل المجهود. 3، بالصبر والصمود. 4، بإكثار السجود. هذا على المستوى الفردي. أما على المستوى الجماعي، إذا عندك مشروع تبغى أنت تسويه، فأنت لابد أن تحدد المقصود. هذا 1. 2، تبذل الجهود. 3، صبر وصمود. 4، إكثار للسجود. 5، بطل وجنود. أنت ما تقدر تشتغل بالحالك. بطل وجنود، قائد وفي مجموعة يشتغلون معك. بطل وجنود ودعم ونقود. بهذه الطريقة تنجح المشاريع، بالطريقة الأولى تنجح الأفكار الفردية. هذا بشكل مختصر ما يمكن أن يقال عن النجاح. أبو بدر، أنت ناجح، ولو ما أنت ناجح ما كنت ضيفنا اليوم. السؤال، أنت ما رفضت إني أعرف عن سيرتك ومن هو أبو بدر، ولا المسمى اللي كنت بقوله، ولا أيا كان سر نجاح أبو بدر، وش سيرته الذاتية أبو بدر؟ طيب، هذا السؤال اللي إذا أحسنت إجابته كانت نافعة جدا، وإذا أسيئت إجابته كانت ضارة. العادة جرت يا كرام للإجابة على هذا السؤال، العادة جرت أن الإنسان يبدأ يبرز بانتقاء محطات في حياته تلمعه أمام الناس. هذا اللمعان يا كرام قد يؤذي أعين الناس الذين يستمعون إليه. بمعنى، لما أسمعك تقول والله أنا بذلت جهد وأنا سويت وأنا فعلت، هل تقرب لي النجاح ولا تبعده؟ تبعده. لما نجي نذكر سيرتنا الذاتية وننتقي منها محطات القوية اللي أنا فيها بطل، أنا صعب النجاح على الناس. يعني كثير من الناس في باله الآن البروفيسور شكله أصلع ومبهذل، بروفيسور مبهذل، والغني لازم فيه السكر،
والإنسان المجتهد لازم يصير مثلا عيونه حمراء وحالته حالة. هذه المواصفات للنجاح هذه تجعل الناس تكره النجاح. لذلك خلي بعطيكم أنا سيرتي الذاتية، والله ما أقولها تواضعا لكني أقولها حقيقة. أنا رجل وفقني الله عز وجل بدعوة أم وأب، ووالله أنني صغير فكبرني الله جاهل علمني الله، وعاجز مكنني الله عز وجل. وبالتالي أنا لا أملك شيء أقوله أكثر من هذا. الأهم من هذا يا كرام، أولا أنا لست دكتورا ولا معي ماجستير، لا معي دكتوراه ولا معي ماجستير، ومتخرج من الجامعة بتقدير جيد. ورسالتي للجميع اللي يسمعوني، ترى تخصصك مو بقيد. أنا تخصص لغة عربية الآن، لا أتحدث أبدا ولا أتكلم ولا أدرب ولا أؤلف في هذا التخصص. أولا تخصصك مو بقيد فلا يقيدك. اثنين، أنا ماخذ جيد. رسالتي للناس اللي تسمعني اللي ماخذه ممتاز وغيره، أنت أخذت ممتاز ولا قدرت تسوي شيء، أنا أخذت جيد وسويت شيء، وعندي عشرات الناس أخذوا جيد وسووا شيء. إذن وين المشكلة؟ 4 يا كرام، أنا الآن أخذت هذا التقدير الضعيف، لذلك أنا أدرك يقين. I know you are tired, but you need to get it done. You know what discipline really is? Discipline is when you are tired, you want to turn off the alarm and sleep in, but you get up and do what needs to be done, so you can get what you do want in your life. There is no easy way. There is only hard work, late nights, early mornings, practice, rehearsal, repetition, study. إياكم أن تيأسوا، لا حياة مع اليأس أبدا، ولا يأس مع الحياة أيضا. دعوكم من الماضي، انظروا إلى المستقبل نظرة ملؤها التفاؤل. الغد قادم والمستقبل لنا. نعم إنه لنا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.